عائلة ملكية بيجبروا بنتهم إنها تتجوز من الأمير، لكنها هتقع في حب ساحر وحياتها تتغير للأبد. من غير حرق كتير، جهز اللايك والسبسكرايب ويلا بينا. وبتبدأ أحداث الفيلم في زمن قديم في كوريا الجنوبية، وبالتحديد في مدينة هوانج. وبنسمع إن في صراعات كبيرة ومنافسة ما بين الملوك على مين اللي يحكم الدولة، والحرب كانت ما بين سلالة جوسون وسلالة تشانج، لكن سلالة تشانج هي اللي فازت في الحرب، وبكده استلموا حكم الدولة. وده خلى ملك سلالة جوسون يفكر انه يجوز بنته الأميرة للأمير تشانج، وده عشان يعزز العلاقات ما بينهم ويبقى له دور في أمور الدولة. وفي يوم بيظهر ساحر في المدينة اسمه هوان، واللي بالمناسبة يبقى بطل الفيلم. وبيبدأ هوان يقدم خدعة سحرية في المسرح قدام الجمهور، وبينبهروا بيه جدا، وبيبقى باين انه باصص للأميرة ومعجب بيها. وبيبقى واضح ان هوان عنده أعداء ومنافسين كتير عايزين يخسروه، وده لأنه فجأة بيلاقي إن في صندوق وحبل وقع من السقف، وده ما كانش متخطط له من ضمن العرض. وعلشان كده بيمشي بسرعة من المسرح، وبيفهم إنهم عايزين يموتوه ويخسروه في العرض، لكنه مش بيلحق يهرب لأنه بيتلم عليه مجموعة ناس وبيعذبوه وبيفضلوا يسخروا منه وبيتهموه إنه غشاش وما بيفهمش أصلا في السحر. وتعالوا بينا بقى نتعرف على الأميرة، واللي بيبقى باين إنها حزينة لأنهم عايزين يجبروها على الجواز من الأمير، والمفروض إن جوازها هيكون النهاردة، بس بسبب أحوال الطقس هيأجلوا الجواز. وبنشوف الأميرة في العربية، وبيبقى باين إنها حزينة جدا لدرجة إنها عملت إضراب عن الأكل، وبيبقى واضح إن مفيش حد في عائلتها مهتم بصحتها على قد ما هما مهتمين بالسلطة والتحكم. ولأنها الأميرة فكل الناس في المدينة بيبقوا نفسهم يشوفوها، لكن الحراس بيبعدوا كل الناس عن عربتها وبيوسعوا لها الطريق. وفي مكان تاني بنشوف واحد حارس من الحراس بيكلم الناس عن فرح الأميرة، والناس كلها بيبقوا عايزين يستغلوا الفرصة ويحضروا الفرح على أمل إنهم يعرفوا ياخدوا منهم فلوس. فبيعرفهم الحارس إن الفرح هيبقى محجوز ل 500 فرد بس، واللي أغلبهم هيكونوا قرايب العيلتين ومش هيسمحوا بحضور عامة الشعب، وإن وظيفته بس إنه ينشر الخبر. وعلى الناحية التانية بنشوف عربية الأميرة، والناس بيكونوا عايزين يشتكوا لها عن ظروفهم والفقر اللي هم فيه، لكن الحراس مش بيسمحوا لهم يقربوا من العربة. وبنرجع لهوان، واللي بيبقى باين انه متدمر، وبيسأل عن صديقته اللي كانت معاه في الحفلة، وخايف انهم يكونوا قتلوها لانها شريكة نجاحه. بس في اللحظة دي بتظهر صديقته، واللي بنعرف ان اسمها سان، فبيطمن انها عايشة، بس بيلاقيها متضايقة منه وعايزاه يبعد عن المسرح، وده لانها خايفة عليه انه يتأذي. فبيستغرب وبيحس انها متغيرة، وبيفتكر في الماضي اما كانت اكتر واحدة بتدعمه من صغره، وكانت شريكته في اعمال السحر برغم انها كانت عامية، لكن إحساسها هو اللي بيحركها. وكان هوان دايما بيتسحب عشان يروح يقدم العروض في الحفلات، لكن أصحاب العرض لما بيشوفوه بيفضلوا يعذبوا فيه، وبيحاولوا إنهم يهنوه ويقللوا منه عشان يحسسوا نفسهم إنهم أحسن منه. وفي الوقت الحالي بنشوف الأميرة، وبنعرف إنها بتحاول تهرب من بيت عيلتها، وبتستخبى أول ما بتشوف أبوها. وبعدها بنشوف الأميرة بتجري في الغابة، لكن الفقراء اللي هناك لما بيشوفوا الأميرة بيستغلوا الفرصة وبيفضلوا ماسكين فيها، وبيترجوها تساعدهم وتديهم فلوس، لكن ده بيبقى خارج قدرتها لأنها مش اللي متحكمة في فلوس عيلتها. وبرغم كده مش بيسيبوها، فمش بيكون قدامها غير إنها تهرب منهم، وبتفضل تجري في الغابة لحد ما بتقف على سور وبتفكر إنها تنتحر. وبيقف هوان من وراها وبيسألها بتعمل إيه، فبتتوتر وبتكون فاكراه جاي يأذيها، خاصة إنها عارفة إنه ساحر، وبتبقى خايفة منه لدرجة إنها بتهدده بالسكينة وبتقوله يبعد عنها، لحد ما فجأة كانت هتقع من السور، لكن هوان قدر يلحقها على آخر لحظة. وبدل ما تشكره بتفضل برضه تتخانق معاه، فبيمشي وبيسيبها. ولما بيرجع بيلاقيها بتدور على حاجة في الزرع، فبيستغرب، وبيظهر إنها بتدور على السكينة اللي كانت معاها، فبيشك إنها بتدور عليه عشان تنتحر. ولما بتسمعه بيقول كده بتتوتر ومش بتقدر تكتم على إحساسها، وبتنهار في العياط، وبتقوله إنها كرهت حياتها لكن مش بتتمنى الموت. وهوان عشان يهديها بيعمل لها كام خدعة سحرية كده، وبيطلع من ايده نجوم، وده بيديها امل وبتبدأ انها ترتاح له. وقبل ما تمشي بنشوف هوان بيديها خاتم على شكل حديدة تحتفظ بيها، وبيبقى عايز يعرف اذا كانت هربانة من اهلها. ساعتها الاميرة بتعرفه انها فعلا هربانة من عيلتها، ومش بترضى توضح له اي تفاصيل عنها. وفي نفس الوقت ده اهل الاميرة بيلاحظوا اختفائها وبيفتكروا انها هربت، بس لحسن الحظ ان الاميرة بتيجي في الوقت ده وبتشيل
من دماغهم أي شكوك ناحيتها. ولما أبوها تشان بيسألها هي كانت فين بتتوتر وبتفهمه إنها كانت بتغير جو وبتتمشى في الغابة. أما الساحر هوان فلما بيرجع لبيته بيقعد يتكلم مع زمايله عن الأميرة وقد إيه هي عنيفة لما بتتضايق، لكن لما قعد واتكلم معاها حس إنها طيبة جدا، لكن في حاجة مخلياها حزينة ومش عايزة تعرفها له. وبيبقى واضح آثار الجرح على إيد هوان اللي بسبب ضربة الأميرة، لكن صاحبه بيعالج له الجرح وبيلاقيه عمال يقول أشعار عن الأميرة وعمال يفتكر فيها وبيتمنى إنه يشوفها مرة تانية. وحتى الأميرة بتكون هي كمان بتفكر فيه طول الليل وبيبقى باين إنها أعجبت بيه. وفي صباح اليوم التالي بنشوف الأميرة سرحانة في التفكير في هوان وماسكة الخاتم اللي اداهولها هدية، وبتبقى حاسة إن ده الشخص اللي هيناسبها، وإنها لو سمعت كلام أهلها واتجوزت من الأمير حياتها هتضيع ومش هتبقى سعيدة. وعلشان كده بتقرر الأميرة إنها تواجه أبوها وبتقوله إن المفروض وظيفته كأب إنه يحميها ويهتم بيها، مش يبيعها للأمير ويأيد حريتها. لكن أبوها بيبقى شايف إن القرار ده لمصلحتهم وبيقول لها إنها ما ينفعش كل شوية تشتكي ولازم تتعامل كالأميرات. وفي مكان تاني بنشوف هوان وهو قاعد قدام أماكن عروض الحفلات وبيسمع الناس بيتكلموا عن الأميرة إنها محظوظة لإنها هتتجوز من سلالة الملك تشانج، وبيكون شاكك إن البنت اللي قابلها دي تبقى هي الأميرة. المهم إن هوان لما بيقرب من الحفلة بيشوف الأميرة من بعيد وبيبقى فرحان. وقتها هوان بيبدأ يستعد بكل حماس عشان يقدم عرض السحر قدام الجمهور، والمرة دي عرض هوان بيكون مرعب جدا لأنه بيدخل نفسه في صندوق فيه سيف وبيتقفل عليه بالمفتاح، والناس بتفتكره إنه مات وبيتضايقوا جدا خاصة الأميرة. ولما بيلاقوا إن هوان عايش بعد كل ده بيتأكدوا فعلا إنه سحر عبقري، لكن اللي عمله ده مش بيعجب الأميرة وبتتعصب على هوان وبتضربه، وده لأنها قلقت عليه جدا وما عندهاش استعداد تحس إنها فقدته للأبد. وعلى الناحية التانية بنشوف واحد اسمه شياو ومن كلامه بنفهم إنه بيكره هوان وحاقد جدا على نجاحه وبيكون منافس ليه في السحر. وبنشوفه بيتكلم مع زميله إنه أشطر من هوان، وعلشان يثبت له إنه ساحر عبقري بيعور إيده مش بيفوت ثواني وإيده بتخف وبترجع لطبيعتها، وده بيثبت له فعلا إنه ساحر. وبنروح للأميرة وبنشوف البنات متجمعين حواليها ومعجبين بموقفها إنها ضربت الساحر وما خفتش إنه ممكن يأذيها. وأثناء ما كانوا بيتكلموا بيدخل عليها أبوها وبيبقى فرحان بيها جدا وبيقول لها إن موقفها في الحفلة أثبت له إن هي فعلا أميرة شجاعة، لأنه كان بيتمنى يشوفها بتتعامل مع الناس بقوة عشان محدش يفكر يأذيها، وبيبقى فاكر إنها حمت نفسها كده من الساحر، وطبعا ما يعرفش إنها بتحبه وقلقت عليه. وبالليل بنشوف هوان ماشي في الغابة وبيلاقي إن الأميرة اتحشرت في حفرة فبيساعدها وبيقدر إنه يخرجها. وبنلاحظ إن حارس أبوها واقف من بعيد وشافهم وهما مع بعض وبيتفاجئ جدا. وفي الوقت ده بنشوف الأميرة بتتمشى مع هوان في الغابة وبتلاقي نفس الأطفال الفقراء وبتقول لهوان إنها نفسها تساعدهم، بس هوان بيبقى شايف إنهم بدل ما يرضوا باللي معاهم بيتسولوا وبيستغلوا الناس، وبيضرب لها أمثلة عن ناس بتعاني من أمراض ومحتاجة المساعدة أكتر منهم. فبتتضايق الأميرة لأنه بيعمم في كلامه وبتبقى شايفة إن مش كلهم مستغلين، لأنه واضح قدامها إن أهالي الأطفال دول برغم الفقر بيهتموا بيهم وما تخلوش عنهم في الظروف دي، والاهتمام ده هو بالظبط اللي هي مفتقداه من عيلتها بالرغم من إنها غنية ومش ناقصهم أي حاجة، وبتعرفوا إنهم أنانيين جدا وبكل بساطة هيبيعوها عشان تتجوز واحد مش بتحبه. وكلامها بيأثر جدا في هوان وبيفهم إنها فكرت في الانتحار بسببهم، وبيتمنى إنه يعوضها عن كل اللي شافته وياخدها لمكان بعيد ويعيشوا سوا، وده كمان اللي بتتمناه الأميرة. وبيفضلوا يتمشوا مع بعض في الغابة، وفي أثناء الطريق الأميرة بتبدأ إنها تتعب فبيشيلها وبتحس إنها مرتاحة جدا معاه، وفي نفس الوقت بتبقى خايفة إن حد من عيلتها يشوفها، وبتلاحظ إن الوقت اتأخر جدا. وقبل ما تمشي بتودع هوان اللي بيطلب منها توعده إنهم هيتقابلوا مرة تانية، ولأن الأميرة بتحبه فبتوعده وبتطمنه إنها مش هتقدر تفارقه. والأميرة لما بترجع البيت بيبان عليها إنها مبسوطة جدا، والأول مرة
تحس إن في أمل هيخليها تحب الحياة. وأول ما بتسمع حد من البيت بينادي عليها بتتوتر وبتمثل إنها سرحانة في الكتاب، وبتدخل عليها الخادمة وبتعرفها إن أبوها عايزها تجهز وتستعد عشان هيمشوا بكرة ويروحوا للأمير عشان يتخطبوا. وطبعا الأميرة بتكون مصدومة وبتبدأ تمثل إنها بتكح وتعبانة. ساعتها بيخلوا الدكتورة تدخل للأميرة وبتكون فاهمة هي كمان في الأعمال، ولما بتشوف الأميرة بتنبهر بيها وبتقول لها إنها عارفة اللي هيحصل في مستقبلها، وبتبشرها إن مستقبلها جميل وهتعيش مع الشخص اللي بتحبه من قلبها بس تصبر. وطبعا ده بيفرح الأميرة وبيطمنها. والدكتورة لما بتخرج من عند الأميرة بتعرف عيلتها إنها فعلا تعبانة ومصابة بعدوى في الرئة، والملك لما بيعرف كده بيتفاجئ، وساعتها بيقرر إنه يأجل جوازتها لحد ما تتحسن. وفي صباح اليوم بتقرر الأميرة إنها تروح تقابل هوان في السر زي ما وعدته، وبتلاقيه بيتكلم عن الأميرة اللي من سلالة جوسون وبيقول لها كل المعلومات اللي سمعها عنها واللي بتطابق نفس حالها، وبيفضل يلمح لها لحد ما بيوقعها في الكلام وبتعترف له إنها فعلا الأميرة، بس بتبقى مش عايزاه يفقد الأمل إنهم يعيشوا مع بعض لأن الدجالة طمنتها على مستقبلها وإنها هتعيش مع اللي بتحبه. وفي نص الليل بتفضل الأميرة تتمشى مع هوان وهم مبسوطين لحد ما فجأة بيظهر قدامهم دب كبير فبتترعب، ولأن هوان ساحر فبيقدر يلاقي طريقة يحمي بيها نفسه، وبينزل فجأة حبل وبياخدها وبيمسك الحبل وبيهربوا لمكان تاني. وبيظهر بعدها إن في حد من الحراس اللي متنكر في الدب ده عشان يراقبها، وبنشوفه بيهجم على واحد تبع هوان وبيضرب فيه. وفي مكان تاني في الغابة بنشوف هوان قاعد مع الأميرة في ضوء رومانسي، والأميرة بتبقى منبهرة بأعماله السحرية خاصة لما قدر إنه ينقذها من الدب، وبتطلب منه إنه يعلمها السحر. فبيقول لها هوان إن السحر مش سهل يتعلم لكنه مستعد إنه يعرفها من نقطة البداية، وبيعرفها إن بدايته في السحر وهو لسه طفل صغير، ومحاولاته الكتير والتجارب هي اللي ساعدت في إنه يبقى محترف. وبيديها حاجات تدخلها في الكوباية وبيحاول يخليها تعمل خدعة سحرية، وبعدها بياخدها المكان المخصص للسحر. وهو داخل بيشوفوا كام واحد من زمايله وبيلاحظوا إنه اتغير وبقى عنده أهداف، وده لأنهم واخدين فكرة عنه غلط وهو إنه مدمن وما كملش تعليمه. على الناحية تانية بنشوف الحارس وهو بيتكلم مع الملك والد الأميرة، وبيعرفوا إنه سمع إن بنته كل يوم بتخرج لوحدها وشاكك إنها بتتقابل مع واحد، وده طبعا بيعصبه وبيقوله إنه لو الإشاعة دي انتشرت الأمير هيفهمها غلط ومش هيتجوزها وحلمه مش هيتحقق. وبيسأل الحارس لو كان شافها بتخرج في نص الليل، ولما بيلاقي إنه ما شافش حاجة بعينه وما عندهوش أي دليل بيتضايق وبيقوله ما يتكلمش تماما عنها غير لما يجيب دليل. والحقيقة إن الحارس بيكون كشفها لكنه مش قادر إنه يعترف. وبنروح للأميرة وبنشوفها وهي بتحاول في تجارب السحر عشان تبقى خبيرة زي هوان، وبعدها بتروح تقابل هوان وبتلاقيه بيديها هدية عبارة عن اكسسوار، فبتفرح جدا وبتتمشى معاه في الغابة وبتقوله إن السحر فعلا صعب، وبتبقى عايزاه يحكي لها أكتر عن تجربته. فبيقول لها إنه ما كانش بيعمل أي حاجة غير إنه بيتدرب، لكن مشواره كان صعب جدا لأن كان في ناس كتيرة حقد عليه وكلهم بينافسوا بعض وبيستخدموا السحر ده للشر وأذية الناس، وإن غرضه الأساسي من السحر مش إنه يخدع الناس زي ما هو باين في العروض، وإنه كان بيستخدم السحر ده في الخير لدرجة إنه قدر ينقذ طفل من المرض. بس في مرات تانية فشل إنه ينقذ ناس وفهم إنه مش هيقدر يغير أحوال الناس، لكنه مستعد إنه يعمل كل اللي يقدر عليه عشان يساعدها وتبقى جنبه. وبيمدلها إيده وهو واقف على البحر فبتروح له وبتمسك إيده وبياخدها على الكنيسة، وهناك بيلاقي إن كل واحد بيقرب من مراته وبيدعي لها، وهوان بيفضل باصص على الأميرة بنظرة إعجاب وبيبقى نفسه يتجوزها. وأثناء ما هم قاعدين بنشوف زمايل هوان وعينيهم بتكون على الأميرة وبيبقوا معجبين بيها وبيحاولوا يتكلموا معاها، وساعتها الأميرة بتنزعج من الزحمة اللي في الكنيسة فبتخرج مع هوان وبتكمل معاه طريقها وبتتعرف عليه أكتر وبتكتشف إنه ما عندوش عيلة وإنه عاش حياته وحيد، وبرغم كده ما كانش عنده أي يأس. وبيبص للقمر في السماء بنظرة كلها تأمل، وفجأة بيقع في الأرض فبتتصدم وبتفتكر إنه مات. وفي اللحظة دي بيقوم وبيظهر إنه كان بيخدعها، بس اللي عمله ده كشف له إن الأميرة بتحبه جدا وبتخاف عليه. وفي الأثناء دي بيشوفها أبوها من بعيد وبيتصدم. بعدها بنشوف هوان واخد الأميرة للمكان اللي بيربي فيه الطيور بتاعته، وبعد كل المقابلات دي بيظهر إنه مش عارف اسم الأميرة حتى، ولأنها مش بتحب اسمها الحقيقي فمش بترضى تعرفه.
وبتقوله يسميها اسم على ذوقه وهي هتقبل بيه، فبيقرر هوان إنه يسميها شيون، وده معناه إنها تشبه القمر، وبيقول لها إن الدنيا ضحكت له من ساعة ما دخلت حياته، ولسه هيقرب منها بيلاقي إن صديقته سان دخلت عليهم، وبنعرف إنها عامية لكنها بتبقى حاسة إن في حد معاه، ولأن هوان عارف إنها بتحبه فمش بيرضى يجرحها، وبيفهمها إن مفيش حد معاه. وأول ما بتقرب ناحية الأميرة بتقف قدامها، والأميرة لما بترجع القصر بتلاقي أبوها بيحقق معاها وبيقول لها إزاي تغيب عن البيت طول الليل من غير حتى ما تاخد إذنهم، وبيبقى عايز يعرف كانت فين، ولما بيلاقيها بتكذب بيفاجئها إنه كشفها وشافها مع هوان، وبيقول لها ما تنساش إنها أميرة ولازم تاخد بالها من تصرفاتها كويس قوي وما تثقش في أي حد، وبكل أنانية بيقول لها تنسى تماما الشخص اللي في دماغها وتستعد للجواز من الأمير، وده طبعا بيكون صعب جدا على الأميرة، ولسه هيمشي بتقوله إن الشخص ده الوحيد اللي ارتاحت معاه، وبتسيبه وبتدخل للقصر وهي حزينة جدا. وبنعرف إن بعد اللي حصل ده الملك قرر إنه يمنعها تماما من الخروج، وهوان بيكون مفتقدها جدا، وبنشوفه بيتكلم مع صديقته سان وبيطلب منها تساعده في إنه يشوف الأميرة، وبالرغم إنها عامية لكنه عارف إنها تقدر تعمل كل حاجة وتعرف تدخل لقصر الأميرة. وفعلا بتقدر سان تدخل لأوضة الأميرة وبتقول لها إنها جايبه لها مفاجأة، وبتجيب لها هوان عشان تشوفه، وطبعا الأميرة بتفرح جدا لكن للأسف فرحتها مش بتكمل، لأن في اللحظة دي بيجي الحراس وبياخدوا هوان وبيتهموه إنه هو اللي سرق السيف من الملك، وبيبقوا شاكين إنه بيقرب منها عشان يسرقهم، خاصة إن هم عارفين إن المدينة كلها بتعاني من الفقر. والملك بيفهم الأميرة إن هوان حرامي وبيخدعها، لكن طبعا الأميرة مش بتصدقه وبتبقى واثقة إنه بريء. وبنعرف إن الملك قرر إنه يحبس هوان، ومش بيعدي وقت طويل وبيعرف إن هوان بريء وبيخرجه من الحبس. ومش بس كده، بيقوله إنه هيخرج كمان من حياة الأميرة، وبيقوله يبعد عنها ويمشي من المدينة. والأميرة لما بتعرف كده بتنهار وبتفضل تترجى أبوها إنها تروح تودع هوان، ولما بيلاقي إنها هتموت نفسها بيضطر إنه يوافق. والأميرة لما بتروح تقابل هوان بتنهار أكتر وبتحضنه ومش بتصدق إنها مش هتشوفه تاني، وهوان بيعرض عليها إنهم يسافروا ويبعدوا عن كل حاجة، لكن للأسف الأميرة بتضطر إنها تسيبه وبتمشي وهي حزينة جدا. وطبعا هوان مش بيروح من بالها وبتفضل تكتب له في أشعار وبتعيش على أمل إنها تشوفه مرة تانية. وبعد يومين بنعرف إن الأميرة اختفت، وبنشوف شياو قاعد وسط الناس وبيتكلم عن الأميرة بكل جرأة، وبيظهر إن هو اللي خطفها. والحراس اللي في المكان لما بيسمعوه بيرفعوا عليه السيف، وبيظهر إن سان موجودة في نفس المكان وبتبقى مصدومة وعايزة تروح تعرف هوان، لكن شياو بيمسكها وبيرفع عليها السكينة وللأسف بيقتلها. وهوان لما بيكتشف إن سان صديقته اتقتلت بينهار لأن ليها ذكرى طيبة معاه. وبعدها هوان بيروح يدور على الأميرة وبيكتشف إنهم رابطينها، فبيحاول إنه ينقذها، لكن بعد شوية بنكتشف إنهم ربطوا الأميرة بشكل صعب جدا، وبتلاقي إن هوان كمان مربوط، وبيكون في نار في المكان ومنشار، ولو حد فيهم عمل حركة هينزل عليهم المنشار. ولحسن الحظ الملك والحراس بيهجموا على المكان في الوقت ده، وأخيرا هوان والأميرة بيتحرروا وبيقدروا إنهم يخلصوا على هوان. ولسه هوان بياخد الأميرة عشان يهربوا بيلاقي عصابة كبيرة بتلاحقهم، وهنا الملك بيتصرف بشكل إنساني وبيقول للأميرة تهرب مع هوان بسرعة وهو اللي هيتعامل مع العصابة. وفعلا هوان بياخد الأميرة عشان يمشوا بسرعة، لكن الأميرة بتكون حزينة جدا وحاسة إن دي آخر مرة هتشوف فيها أبوها. وأخيرا بتقدر الأميرة تحقق حلمها وبتسافر مع هوان وبتعيش معاه الحياة اللي كانت بتتمناها. وبيعدي سنين وبيختفي هوان والأميرة ومش بيكون ليهم أي أثر، والناس في المدينة بيعتقدوا إن السحر هو اللي خلاهم يختفوا، وبيخلص الفيلم على كده.